مليون مبروك لكل جمهور الاهلي، جماهير اعظم نادي في الكون، التتويج بالدوري للمره 44. الف مليون مبروك لكل جمهور الاهلي، الجمهور العظيم اللي يستاهل دايما الفرحه واللي متعود دايما على البطولات. الاهلي هو مصدر سعادتنا وهو مصدر فرحتنا. الاهلي هو اعظم نادي في الكون، لان هو فعلا بجد هو مصدر سعاده اعظم جماهير في العالم. الواحد قعد ساعه قبل المباراه كان متنكد على الاخر بسبب النتيجه اللي حصلت ما بين منتخب مصر ومنتخب المغرب 6-0. النتيجه دي كانت قاسيه جدا علينا، والواحد دخل على المباراه ما كانش عنده يعني طاقه ان هو حتى يتفرج على المباراه. لكن سبحان الله ان الفوز يتاخر للدقائق الاخيره، للدقيقه 95 بهدف القضيه بتاع قفشه دايما معودنا على القضيه، بيمارس هوايته، بيحب القضيه، سبحان الله امه دعياله. فسبحان الله الفوز ده يتاخر علشان يجي بفرحه ويكون الفوز ال20 على التوالي، ويخلي مباراه حسم الدوري ليها طعم وليها فرحه خاصه. يعني بيتهيألي المباراه دي لو كانت انتهت بالتعادل، فرحه الدوري ما كانتش هتكون يعني بالشكل اللي احنا فرحانين بيه دلوقتي، وان احنا ننسى الهزيمه اللي حصلت من حوالي ساعتين ثلاثه. لكن الحمد لله رب العالمين، الاهلي فرحنا دايما، مفرحنا ودايما مصدر سعادتنا، وقفشه فرحنا. شكرا يا قفشه، وشكرا لكل لعيبه الاهلي الرجاله، شكرا لكل اللعيبه من اصغر لعيب لاكبر لعيب، من اول الموسم لحد اخر الموسم. قدمتوا موسم رائع جدا، عملتوا موسم استثنائي انتوا والجهاز الفني بتاعكم. شكرا للاداره، شكرا لكل حد في الاهلي. لعبتوا على كل البطولات، قدرتوا تحققوا افريقيا، قدرتوا تحققوا السوبر المصري، قدرتوا تحققوا كاس مصر، وقدرتوا دلوقتي تحققوا الدوري المصري، ولسه منتظركم كمان بطوله مهمه جدا قدام الزمالك في السوبر الافريقي. وباذن الله رب العالمين تكملوا فرحتنا وتفوزوا بالبطوله دي، وتكون البطوله الخامسه السنه دي. عشان كده شكرا لكل واحد لعب في الاهلي السنه دي وادى وتعب واجتهد وحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل كل شغله عشان يفرح الجماهير الكبيره العظيمه دي. شكرا كهربا، شكرا ديانج، شكرا بيرستاو، شكرا كريم فؤاد اللي تعب وبذل مجهود كبير جدا لحد لما اتصاب النهارده. يا رب ان شاء الله تكون اصابته خفيفه، وباذن الله نشوفه تاني في الملاعب. لاعب راجل جدا تقدر تعتمد عليه في اي وقت وفي كل مكان، ما شاء الله عليك. ربنا يحميك وربنا يرجعك بالسلامه يا كريم. شكرا لعلي معلول اللي عمل معانا مواسم كتيره جدا، وعمل معانا كمان موسم السنه دي رائع لحد اصابته اللي حصلت في افريقيا. لكن يا علي انت في قلوبنا، وان شاء الله رب العالمين ترجع لنا بالسلامه، وباذن الله يتم التجديد معاك وتلعب معانا كمان سنه وسنتين ونستمتع بيك وبلعبك يا علي. شكرا لمحمد الشناوي، شكرا لمصطفى شوبير، شكرا لحمزه علاء، شكرا لحتى اللاعبين اللي كانوا في الاحتياط وما لعبوش طول السنه، شكرا لمحمود الزنفالي كمان. كل واحد في المنظومه شكرا بجد، وانتوا كلكم على الراس. شكرا، فرحتونا جدا، ودايما يا رب الاهلي حاصد للبطولات ومفرح جماهيره الكبيره العظيمه دي. انا بس عندي رساله للكابتن محمود الخطيب، انا نفسي بس تدي اوردر كده ان دولاب البطولات اللي موجود في النادي لازم يتعمل عموله من اول وجديد، ويتعمل دولاب اكبر من كده علشان يسيع كل البطولات اللي جبناها السنه دي واللي هتيجي السنين اللي جايه باذن الله رب العالمين. طبعا انا شكرت كل اللعيبه اللي هي مش موجوده معانا حاليا في الملعب، وطبعا الشكر موصول لكل اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده في الملعب واللي كانت موجوده خلال الفتره الاخيره. شكرا ليكم بجد، انتوا كنتوا رجاله وتستاهلوا بجد ان انتوا تكونوا ابطال. نشوفكم باذن الله رب العالمين دايما على منصات التتويج ورافعين راسنا لفوق. شكرا ليكم، سلام.